بص 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 معايا حته نعل او ماده، اي ماده معايا يا شباب. شباب معايا. أثرت بقوة، ها؟ أثرت بقوة على المعدن. حد عارف يعني ايه قوة؟ ايوه اترفع او حاجة شبه كده. ده ضغط الحاجه على بس اقوى مني. ضغط. الضغط ده بيبقى الأسفل. هو الضغط. ايوه. طب ما في ضغط كده. في ضغط كده. في ضغط بقى. اللي هو قوة ايه؟ قوة الهواء برضه او جاذبيه. وضغط الهواء. لا مش ضغط، لا. ها؟ قوة جاذبية أرضية. يعني لما أي حاجة كده تروح سايبة مكانها وتروح نازلة دي الجاذبيه الارضيه. دي جاذبية أرضية. قوة شد المعدن. قوة إيه؟ شد. قوة التواء. وتشوف المعدن تعصر هيقول لك لا والله لا. القوة كتير. ماشي؟ القوة ايه؟ كتير. تعال نعمل قوة على الحتة اللي انا ماسكها دي، قوة انحناء. امسكها كده. انحناء. ممكن تنتهي ممكن. بص بقى، عملت لها ضغط بقوة معينة، أثرت عليها بمؤثر خارجي بقوة. شلت القوة، رجعت مكانها. أستاذ رجعت مكانها. أثرت بقوة، شلت القوة، رجعت مكانها. سيبيست. مرونة. إن الجسم يرجع لوضعه الأصلي بعد زوال الحمل المؤثر، يبقى الجسم ده إيه؟ مرونة. مرن. بس دي مش في المعادي. في كل حاجة. لا مش امسك الاستك بتاع اللباس. صور الشمس. زي الصبح كده. الاستك ده طوله كده. الاستك طوله كده. اسمع يا هلا. ماشي. اهو معاك اهو. اثرت عليه بقوة شد. الاستك اهو. هو ده طول. اسمع بقى عشان تبدا تعرفك الفرق بين المرونه واللدونه. الاستك اهو طول وليكن 5 سم 10 سم، طوله متر. ماشي كده يا شباب؟ اثرنا عليه بقوه. اثرنا عليه بقوه. قوه شد. كده بقى مقاسه ايه؟ اطول. نتيجه ايه؟ ضغط. نتيجة ايه؟ 10 ولا 7. نتيجة ايه؟ يبقى كده انت لسه مقصر صح؟ شيل الحمل اللي انت مقصر بيه. هترجع تاني. شيل زوال الحمل. شيله خالص. رجع تاني. بص بقى الفرق بين المرونة واللدونة هتعرف بقى. قيس دي بعد زوال الحمل. اسمع. وليكن مثلا بعد زوال هي 10 سم. اعتبر 10 اصلا. اسمع انت يا يوسف. هي 10 اثرنا عليها بقوه شد، بقت 20. بقت 20، بقت 30، بقت اي حاجه. شلنا الحمل المؤثر، رجعت لوضعها الاصلي تماما. مرونه. حلو. طيب انا هسالك سؤال. هو انت لو مسكت حته الاستك اللي في ايدي دي وقعدت تعمل بيها كده كتير قوي، ممكن في فتره معينه هتطول. هتيجي انت اللود بدون. يعني لو ما رجعتش اصلها تماما يبقى لدونة. بس خلاص كده. بعد زوال الحمل المؤثر، حته قطعه الشغله اللي في ايدك ما رجعتش لوضعها تاني، لدونة. طولت قصرت حتى،
ما هو هتقول لي اسرة ايه يا استاذ؟ اقول لك ان السوسته لما تعمل عليها حمل ضغط بتنزل تحت كده، وبعدين تشيل الحمل المؤثر بترجع لوضعها ايه تاني. المفروض ان هي لو مرنه تروح راجعه نفس الايه؟ اللي طلعت هي ساعات في وقت من الاوقات لما تقعد تعمل عليها كده بتثبت تحت. ممكن تنزل ومش هتطلع تاني الكميه اللي انت ضغطت بيها عليها. يبقى عدت مرحله المرونه ودخلت فين؟ في العقل. يبقى لازم انت كرجل، الناس اللي هي مش معايا وكل شويه الاقي واحد باصص للتاني، واحد باصص في ورقه ايه وزنها ايه حجمها ايه بتوصل كهرباء ما بتوصلش مرنه لاتنه، ودينا عرفنا مرونه ولدونا هشه يا مستر هشاشه عمر قاعد يلعب في التليفون. شيء ضعيف يا استاذ ده تحمل الضغط هشاشه زي الازاز هش. لا ده انت تعمله كده تتكسر على طول هش. عارف يعني ايه هش؟ ويعني ايه قوي ومتماسك وصلب؟ عارف يعني ايه الفرق بين الصلابه والهشاشه؟ ايه الفرق بين الصلابه ايه الهشاشه دي؟ انا استاذ أقول لك. العشيشه دي مثلا استاذ شبه أقول لك يعني إيه عشاشة؟ الصلاه مثلا ممكن الصلبه الحاجه الصلبه اللي ممكن مثلا المكنه تيجي دي عليها ضغط ما تتكسرش. بص، صعب شايف انت دي وحده من مثلا من معدن حديد اي حاجه، وحده انت خدتها كده في ايدك. الوحده دي من جوه بتتكون من ايه؟ ذرات وجزيئات، صح؟ اي وحده بتتكون من جوه من ايه؟